ازيكم يا انتوا اخواتي؟ عاملين ايه؟ جمعة مباركة عليكم، صباح الخير. النهارده هعمل معاكم بقى النهارده الجمعة فطار مختلف. قلت بقى نغير الجبن والفول والفلافل. عملت باستا فلورا وعملت سلطة فواكه معاها لبن. تمام، يلا بينا بقى نشوف هنعملوها ازاي. آه ده كده اهو دقيق. هحط لكم المقادير في صندوق الوصف. 3 كوبايات وربع ورشة ملح وكيس بيكنج باودر. هنقلب بقى المواد الجافة كلها مع بعض. آه، هنحط كده بقى في العجان السمنه، كوبايه سمنه ونص كوبايه سكر. هنضربوا الاتنين مع بعض لحد الاتنين ما يمتزجوا مع بعض او يبقى لونها فاتح شويه. تمام كده، انا اهو بضربهم. السكر كوبايه سمنه ونص كوبايه سكر. كده دول بيضتين. هننزل عليهم اول بيضه. هننزلهم بالتدريج مش الاتنين مع بعض. تمام، ويكون العجان على يعني يكون وسط، ولا عالي ولا واطي. تمام، انا كده ضربت اهو البيضتين مع السكر والسمنه. ده كده الدقيق اللي فيه المواد الجافه، الملح والبيكنج باودر. تمام، هنزلهم على 3 مرات بقى، على 3 مراحل، ونضربه. تخلي برضو على تكون متوسطه، ما تكونش على درجه عاليه. واحده واحده تنزليهم. تمام، هي كانت ناشفه معايا شويه، انا زودت لها ميه على حسب الدقيق بتاعك. تمام، ممكن الدقيق بتاعك يكون هيشرب المواد السائله، وفي لا انا كده سبتها على جنب. حطيتها في الفرن او تحطيها في التلاجة ترتاح حوالي نص ساعه. تمام، على ما ترتاح بقى انا قلت اعمل سلطه الفواكه. قطعت كده الموز اهو زي ما انتوا شايفين. احنا نعمله بقى النهارده. اللي لسه ما عملش اللايك بقى يلا يحط اللايك، واللي اول مره يعدي عليه الفيديو او يدخل القناه بتاعتي يعمل لي اشتراك. كده قطعت الفراوله، وادي اهو البرتقال اهو قطعتها بالنص وبعدين قطعتها بالعرض زي ما انتوا شايفين كده، وبقسمها كده اهو. انا خلصتها. احط بقى عليها اللبن ده انا حاطه عليه عسل نحل، او تحطي سكر مش مشكله اللي موجود عندك. ونقلبهم مع بعض، هدخلهم بقى التلاجة على ما اخلص الباستا فلورا. نكمله بقى كده هو بعد ما ارتاحت حوالي نص ساعة على ما خلصت سلطة الفواكه. قشرت عليها، حطيت عليها قشر برتقال. تمام، لو انتي ما حطيتيش فانيليا هتحطي بشر البرتقال. دي كده العجينة قسمتها تلتين وتلت. التلتين اللي هيبقى في أرضية الصينية كده زي ما انتوا شايفين. بعد ما فردتها ادي المربى اهو، بحاول افكها من بعضها. هنفردوها بقى عليها. تحاولي تسويها كده. العجينه اللي هي التلت اللي هي الصغيره هفردها وهعمل بيها اشكال، وممكن تبشريها على حسب ما انت عايزه. بس احنا قلنا نعمله شكل جديد كده للاولاد يوم الجمعه، يبقى الفطار شكله يفتح النفس وحاجه جديده. تمام، انا كده بفردها اهو. وادي القطاعه، اي بقى قطاعه عندك ممكن تعملي دواير، قلوب، نجوم، الموجود عندك. تمام، نحاول ان احنا نقطعوها كده عشان تملى الصينيه. هبتدي بقى ارصها كده. الفرن طبعا انا مسخناه على درجة حرارة 170. هدخل الصينية عليه على درجة حرارة 170، فرن سخن مسبقا على الرف اللي في النص. اول ربع ساعة، وبعد كده لما تبتدي تلاقي الحروف ابتدت تحمر تفتحي الشواية. هي بتاخد حوالي نص ساعة في الفرن. وادي كده اهو شكلها، شايفين منظرها؟ كانت جميلة جدا، كانت يعني تحس ان هي طرية ومقرمشة كده شوية. كان طعمها حلو قوي اهو. يا ريت لو تجربوا الفطار بتاعي بقى، وعايزين لايك وعايزه اشتراك للقناه. وما تنسونيش. بصوا كده ادي اهو سلطه الفواكه. كانت جميله جدا. اعملوها بقى بطريقتي كده، ممكن تحطي عليها جوز هند او زبيب، بيبقى برضو طعمها حلو. بس بقى، وجمعه مباركه عليكم، واشتراك ولايك، ومع السلامه.